سفيان عنده هذه البطاقة وكيخلص عليها شهريا 10 دراهم، يعني 120 درهم في العام. وعزيز عنده نفس البطاقة لكن كيخلص عليها شهريا 50 درهم، يعني 600 درهم في العام. علاش هذا الفرق الكبير في الاقتطاعات ولو أنه كيستافدوا بجوج من نفس البطاقة البنكية؟ خليك معنا في هذا الفيديو باش تفهم الطريقة اللي كتشتغل بها الأبناك المغربية وكيفاش تحمي راسك من هذه الاقتطاعات الكبيرة. هذا الموضوع اللي غنهضروا عليه اليوم كيهم زبناء جميع الأبناك المغربية، فما كرهناش أنك تبارطاجيه مع الأصدقاء والعائلة باش كلشي يفهم ويرد البال. باش تفهموا مزيان غادي نعرفكم أكثر على سفيان وعزيز. سفيان موظف إدارة عمومية، والعمليات المالية اللي كيقوم بها طيلة الشهر كتقتصر على سحب الأجرة والأداء ديال بعض الفواتير عبر تطبيق الهاتف. أما السي عزيز فهو تاجر، والحساب البنكي ديالو ديما فيه الموفمون، مرة يدفع شيك ومرة يدير تحويل مالي للفورنيسور، وكيسحب مبالغ مالية كبيرة بشكل متكرر. وفي بعض الحالات إلا كان الحساب البنكي ديالو خاوي كيطلب من البنك أنه يعطيه تسبيق. يعني عمليات عزيز أكثر من عمليات الموظف سفيان. إذن ملي غيمشي التاجر عزيز والأستاذ سفيان يفتحوا حساب بنكي غادي تخرج لهم نفس البطاقة البنكية، لكن الاقتطاع الشهري ديال التاجر غيكون أكبر بكثير من ديال الأستاذ. والسبب واضح كيف ما شرحت لكم، حيت كل واحد فيهم وعدد ونوع العمليات اللي كيقوم بها. نفس القاعدة تنطبق على الحساب الخاص بالطلبة أو حساب الشركات أو حساب موظفي القطاع الخاص. كل حساب إذن والمميزات اللي فيه، هذا الشيء اللي كيخلي الأسعار تختلف من شخص لآخر ولو أنه عندهم نفس البطاقة البنكية، لأنه ماشي البطاقة اللي كتحدد سعر الاقتطاع الشهري، بل سعر الباك أو الباقة. شنو هو الباك بالضبط؟ هو مجموعة من الخدمات اللي كتجمع في باقة واحدة أو باك واحد. مثلا بطاقة، تطبيق، تأمين. هاد الخدمات إلا كانت البنكة غدير لكل وحدة منفصلة غادي تخلص على مثلا البطاقة 100 درهم في العام، تطبيق 100 درهم في العام، والتأمين 100 درهم في العام، وغتصدق في 300 درهم في السنة. وبالتالي كدير لك واحد الثمن رمزي مجموعين في جميع هاد الخدمات وكتسمى باقة أو باك ب 100 درهم في السنة. ولكل مهنة باقة خاصة بها. يعني أول حاجة كيسولك عليها الموظف البنكي ملي كتبغي تفتح حساب هو المهنة ديالك باش يعرف نوع الباك المناسب لك. في بعض الحالات البنك كيدير لك باك ماشي ديالك وغالي عليك، ربما لأنه عنده عدد محدد من الباكات خاصو يديرهم في السنة. لكن تخيل أنك تمشي للبنك تفتح حساب وتقول للموظف البنكي عافاك دير لي الباك الفلاني، يعني اللي جا كتعرفو. أولا غادي يعرفك خاطر في هادشي البنكة، وثانيا غادي تحمي راسك من مصاريف إضافية. وكيفاش غادي تعرف اسم الباك المناسب ليك؟ كنقدموا لك تطبيق وموقع البنكة فيه جميع الباكات ديال الأبناك المغربية بالأسعار والبطاقات المرافق لها. هذا الموقع أو التطبيق عبارة عن منصة اشتغل عليها موظفون في الأبناك باش يسهلوا عليكم الولوج لأي معلومة بنكية مقابل دعوة صالحة. وكيف العادة إلا استفدتي من الفيديو ما تنساش البارطاج، وإلا بغيتي تزيد تستافد أكثر التحق بالصفحة. وإلى اللقاء مع فيديو آخر بحول الله.